نالا، كلبة رجعت من كندا لدبي، ومن أول لحظة كان واضح إن أي راجل غريب بيخليها تدخل في حالة دفاع، وأنا كنت الهدف. ممكن تفتكرها عدوانية أو تصدق اللي بيضحكوا عليك ويقولوا دي عايزة تسيطر، دي متدلعة، دي مش متربية. بس بصراحة العلم ولغة الجسد بتقول حاجة تانية خالص. دي مش نية هجوم، ده توتر، ودي طريقتها في التعبير عنها، إنها تبعد اللي شايفاه خطر. أنا ما قربتش، ما تحدتش، ما حاولتش أسيطر أو أعنف. أنا ببساطة رجعت الأمور للعقد القديم اللي ما بيننا وبين الكلاب، زي ما أجدادنا عملوا من آلاف السنين. أكل وأمان، من غير أي ضغط ولا إجبار ولا خنق ولا أذى. وعملت لها نمط بسيط جدا: لو مرتاحة وعاوزة تقربي تعالي وهتلاقي الأكل موجود، بس اطلبيه بالقعاد مش بالنباح. تيجي بمزاجها تقعد لوحدها من غير ما أقول، أرملها التريت تاكله وترجع تاني، وهكذا. مفيش أوامر، في تواصل. وكل مرة كانت بتتواصل معايا كانت بتقول بلغة جسمها إن هي بدأت تصدقني وبدأت تحس إن أنا مش خطر. اللحظة دي هي بداية التدريب الحقيقي. أيوة البداية، لأن أي سلوك بقاله 4 سنين مش هيختفي في ساعة. ومع الوقت نالا اللي كانت بتنبح وبتحاول تبعدني بقت تيجي لوحدها، تقعد قدامي وتطلب التواصل. تدريب الكلاب مش رمي أوامر، ده تواصل. كل تصرف بيقول حاجة، وكل استجابة لازم تتسمع. التدريب علم وفن ورحمة قبل كل شيء.